عمرك سألت نفسك سؤال محرج شوية؟ هو أنا ليه كل مرة بنجذب لنفس النوع وكل مرة بطلع من التجربة دي مجروح؟ ده مش علشان أنت بتختار غلط وخلاص، لأ، وكمان مش عشان إن أنت طيب بزيادة ولا إن ده حظ وحش، أكيد في سبب أعمق بكتير. ذوقك العاطفي نفسه ممكن يكون اتشكل من زمان من غير ما أنت تاخد بالك. النهاردة هنتكلم عن 3 حاجات. أولا، إيه هو الارتباط العاطفي الغير صحي، وإزاي طفولتنا بتبرمجنا على نوع معين من العلاقات، وإيه هي العلامات المبكرة للأشخاص اللي هم ريد فلاجز. في الآخر هديك خطوات بسيطة تساعدك إن أنت تفلتر العلاقات قبل ما تتورط فيها. خلينا نبدأ بمفهوم مهم، هو الارتباط العاطفي الغير صحي. ده ببساطة معناه إن أنت تلاقي نفسك متعلق بشخص مش مناسب، أو بيأذيك أو مش ثابت، بيروح ويجي، ومع ذلك أنت مش قادر تبعد. الغريب إن بعض الناس بيفتكروا إن ده الإحساس القوي ده اسمه الحب، لكنه في الحقيقة بيكون قلق أو احتياج أو محاولة قديمة إن أنت حد يقبلك بأي دم. طب سؤال، ليه بننجذب للأشخاص الغلط؟ أول حاجة، دماغنا بيختلط بين المألوف والمناسب. الإنسان مش دايما بيدور على اللي بيريحه، أوقات بيدور على اللي هو متعود عليه. لو أنت كبرت في بيئة فيها حب بس مشروط، يعني تتحب تبقى لما تبقى ممتاز أو لما متغلطش، فممكن لما تكبر تنجذب للناس بتدي اهتمام على فترات وتختفي وترجع. مش لأن ده صحي، لكن لأن دماغك أنت اتعلم إن الحب لازم يكتسب. هنا ندخل لفكرة إن ذوقنا في العلاقات بيتشكل من الطفولة من غير ما احنا ناخد بالنا. مش شرط يكون حصل حدث كبير، يعني أحيانا التفاصيل الصغيرة بتعمل برمجة، زي مثلا قلة الأمان، النقد المستمر، المقارنة، تذبذب في الاحتواء، أو حتى دور الطفل اللي هو لازم يبقى طفل قوي، وتكبر وانت شايل اعتقاد داخلي مثلا زي أنا لازم أتعب علشان أتحب. تاني حاجة، التعلق القلقي. لما الحب بيبقى مطاردة بيخلينا نتبسط أو نبسط مفهوم التعلق القلقي. ده نمط بيخليك تخاف من الهجر، أو أنت تحتاج إن أنت تطمن أكتر وحد يفتكرك زيادة. فبتقرا كل التصرفات المخفية في العلاقة على إن هو زي مثلا أنت بتستنى الرد وكأن حياتك واقفة عليه. لو اتأخر دماغك بيعمل سيناريوهات كتير قوي، زي مثلا الشخص ده زهق مني، لقى حد تاني، أنا مش كفاية. وتلاقي نفسك بدل ما تختار شخص مستقر، تتشد لأكتر حد غامض أو بارد، لأن الغموض بيشغل القلق، والقلق ساعات يتلبس في شكل الشغف. ودي نقطة مهمة جدا. الشغف الحقيقي بيكون فيه أمان، إنما الشغف اللي كله توتر وخوف وترقب غالبا ده بيبقى إنذار. تالت حاجة، العلاقات المؤذية بتبدأ حلو وبعدين تتقفل عليك. العلاقات المؤذية مش بتدخل البيت من الباب وهي بيبقى باين قوي إن هي بتقول إن أنا بأذيك. هي غالبا بتبدأ بجرعة اهتمام عالية جدا، كلام كبير، قرب سريع، وبعدها يبدأ التلاعب. مرة يحسسك إن أنت أهم شخص في الدنيا، ومرة يعاقبك بالصمت، مرة يقولك أنت جميلة، ومرة يكسرك بالكلام. فهتدخلي في لعبة اسمها إثبات القيمة، وده بيربطك أكتر بدل ما يبعدك. طيب إزاي نبدأ نكتشف بدري الأشخاص السامين دول؟ العلاقات المبكرة للأشخاص السامين نركز معاه في العلامات دي، لأن هي بتبان من الأول. لو أنت صاحي ومركز هتعرفها. أول حاجة، عدم احترام الحدود، بيضغط، بيزن، بيستهزئ بكلمة لأ، تناقض في الكلام مع الفعل، وهو كتير بدون التزام، سرعة شديدة في إن هو يقرب، اعترافات كبيرة جدا بدري، أو استعجال مثلا الارتباط أو العاطفة، قلب الحقايق يخليك تشك في نفسك، يطلعك أنت الغلطان دايما، تقليل منك بشكل هزار، السخرية المتكررة على حسابك، حب السيطرة، بيغير عليك بطريقة تخنق، أو يراقبك أو يعزلك عن صحابك. وجود علامة واحدة من دول مش حكم نهائي، لكن تكرار كذا علامة مع بعض ده نمط لازم يتاخد بجدية. طيب نعمل إيه؟ إزاي نفلتر العلاقات بدل ما نكتشف متأخر؟ خطوات بسيطة لفلترة العلاقات، يعني أربع خطوات عملية تبدأ بيهم من النهاردة. اكتب قائمة اسمها غير قابل للتفاوض. 3 حاجات لازم تكون موجودة: الاحترام، الوضوح، الأمان. و3 حاجات لو ظهرت تخرج فورا: كذب متكرر، تلاعب، إهانة، بطء، سرعة، عمد. الشخص الصح مش هيهرب لأنك أنت ما جريتوش. السام غالبا بيستعجل عشان ما يديكش وقت تلاحظ.
اختبر دايما الكلام، يعني اختبر الفعل مع الكلام. اسأل نفسك هل أفعاله ثابتة، هل هو موجود بجد، هل هو بيحترم حدودي. الاتساق هو لغة الأمان. اسأل أنا حاسس بإيه بعد المقابلة. بعد ما تقعد معاه أنت بتحسي بهدوء ولا بتطلعي مشوشة مستنفذة قلقانة؟ جسمك على فكرة ساعات بيقولك الحقيقة قبل عقلك. وأهم نقطة، لو لقيت نفسك بتنجذب لنفس النوع المؤذي ما تهاجمش نفسك. اعتبرها إشارة إن في نمط محتاج يتفهم أو يتغير. مش عيب، يعني هو مش عيب فيك. لازم لو عايز تمرين سريع افتكر إن آخر شخص انجذبت ليه وطلع غلط، واكتب 3 صفات جذبتك فيه و3 إشارات حمراء كنت أنت شايفها وسكت. التمرين ده لوحده بيبدأ يفك البرمجة القديمة. لو كانت الحلقة دي مفيدة ليك اكتب لي في التعليقات إيه أكتر ريد فلاجز أنت كنت بتتجاهلها زمان. ولو حابب السلسلة دي تكمل اعمل لايك واشترك وفعل الجرس، لأن الحلقات الجاية هنتكلم عن حاجات كتير أوي حلوة بالأمثلة. يلا، سلام.